محمد عبد الغني قال له انا هسيب التدريبات واروح، قال له ما تخرج في 60 دقيقه. محمد عبد الغني رجع في كلامه وقال له هقول لك على حاجه، طب مش خارج وهكمل تمريناتي عادي. رجع فكره تاني، انت كنت بتيجي من دبليو. المهم ان هو يوصل للنادي في الميعاد اللي محدده المدرب. وطبعا اصبحت العلاقه ما بين محمد عبد الغني مدافع الزمالك ورئيس نادي الزمالك مخلخله بشكل كبير جدا. ما تعرفش ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه، هل محمد عبد الغني هيستمر في الزمالك ولا هيرحل عن الزمالك على طريقه سيف فاروق جعفر؟ على ما اعتقد بيراميدز هيستغل هذا الخلاف اللي دار ما بين رئيس نادي الزمالك ومحمد عبد الغني وهيخطف اللاعب على طريقه سيف فاروق جعفر. تعال بقى نرد على كابتن خالد الغندور اللي بيقول اخبار كاذبه كعادته، اخبار مزيفه لا اساس لها من الصحه. كابتن خالد الغندور بالامس طلع يقول لك مستغلا طبعا بقى ايه الهوجه اللي شغاله دلوقتي على السوشيال ميديا، امام عاشور مضى للنادي الاهلي، فطلع الكابتن خالد الغندور باكذوبه كعادته يقول لك ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كلم امام عاشور شخصيا في التليفون، وامام عاشور مضى للنادي الاهلي لمده سنه من نادي ميتلاند الدنمارك مقابل 50 مليون جنيه مصري. يعني النادي الاهلي هيروح يدفع في امام عاشور في الموسم الواحد 50 مليون جنيه، في ظل ان هو عنده مروان عطيه، عنده عمرو السوليه، عشان خاطر امام عاشور يجي النادي الاهلي. ولكن بالفعل لو امام عاشور هيجي النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي هيدفع في امام عاشور 50 مليون، يعني تبقى بتغطي اخبار الزمالك فقط لا غير. ده اثناء ما الاهلي كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا يقول لك ان النادي الاهلي بيلاعب فرق ضعيفه، تحس كده ان الكابتن خالد الغندور موجود في المكان ده بالخطا. ورئيس نادي الزمالك على طريقه كهربا لما قال لك ان كهربا هديتي للنادي الاهلي، طبعا كلكم شايفين كهربا عامل ايه مع النادي الاهلي، وكان من اسباب فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. قررها تاني المره دي بقى في امام عاشور، طالع يقول لك ان امام عاشور هديتي للكابتن محمود الخطيب وللنادي الاهلي. وطبعا انا كمشجع للنادي الاهلي ما عنديش مشكله طالما اللاعب طلع اعتذر اكتر من مره وتاسف لجمهور النادي الاهلي وتعلم من غلطته. على لسان امام عاشور شخصيا قال لك انا كنت صغير في السن ما كنتش واعي للي انا بعمله وبتاسف وبعتذر لجمهور النادي الاهلي. طبعا انا عارف وواثق ان جمهور النادي الاهلي دلوقتي منقسم لشقين، الشق الاول موافق ان امام عاشور يلعب في النادي الاهلي لان امام عاشور لاعب موهوب وهيفيد النادي الاهلي بغض النظر عن ما حدث منه او ما بودر منه في الامارات وقابلين اعتذاره. الشق الثاني شايف ان امام عاشور صفقه فاشله